تستناش الدنيا تبقى احسن حاجه، انه عمرها ما هتبقى احسن حاجه. الساعة دلوقتي 5:30، صلي الفجر هنا واكمل لبس ننزل على تمرين السباحة على طول. ويلكم باك. طبعا وصلت التمرين متأخر كالعادة، فما عرفتش اصور لا في الطريق ولا في التمرين، وبحاول اقلل شوية البيرول، تصوير على الموتوسيكل وكده، بحيث ان انتوا ما تملوش، عشان البيرول اللي ما بيبقاش فيها كلام. عايز اجرب كذا طريقة للمونتاج بس لسه ما جربتش. التمرينة كانت جميلة النهاردة، يعني من الشتاء اللي فات تقريبا دي اول تمرينة اتمرن مع تيم. كنت دايما بتمرن لوحدي، بس النهارده خلوني مع كابتن تاني وبقيت مع تيم، فدي حاجه كويسه ان شاء الله، بحيث ان احنا نحفز بعض وكده. بس عايز اتكلم في حاجه مهمه النهارده، الا وهي ترتيب. انك تفضل ترتب كتير. انا بقالي سنتين تقريبا بحاول ارتب حياتي عشان ابدا، يعني انا بحاول ارتب الدنيا عشان ابدا وما ببداش. فاللي اكتشفته ان ما ترتبش كتير، رتب بس رتب حاجه بسيطه وبسرعه، وابدا بطريقه مش مترتبه، بس ابدا. وبعد شويه وقف، عدل حاجه بسيطه، ارجع كمل تاني على طول. ما تقفش تستنى ترتب، ما تستناش الدنيا تبقى احسن حاجه، انه عمرها ما هتبقى احسن حاجه. عمر الدنيا ما تبقى احسن حاجه، فانت ما تستناهاش، ابدا على طول. عايز انزل الجيم، انا هستنى. انا كنت بعمل كده لحد من فتره قريبه. هستنى اشوف لايف كوتش، طب هستنى اشوف اونلاين كوتش، طب اصل الاونلاين كوتش غالي، اصلي طب لا هستنى اجيب واي بروتين عشان عايز اضخم. انزل الجيم، عايز تنزل الجيم، رتب حاجه بسيطه، معايا كام، هنزل جيم فين، يلا على طول ونفذ. هي الفكره في كده، نفذ. ده اللي انا اتعلمته الفتره الاخيره، حبيت اشاركه معاكم. بقالي كتير عمال ارتب، عمال احاول ارتب ومفيش حاجه بتترتب، فقررت ان انا هبدا على طول، هرمي نفسي في البحر. زي ما بيقولوا هرمي نفسي. تحصل اخطاء طبعا، هتحصل حاجات كنتش عامل حسابي عليها، ده طبيعي. فهبدا اقف ارتب حاجه بسيطه وارجع اكمل تاني على طول، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. الله المستعان باذن الله. انا لسه واصل الشغل، هبدا كده افتح واشوف التو ليست بتاعتي واشوف عندي ايه تعديلات وعندي ايه شغل، ونرجع نكمل باقي اليوم. يلا بينا. يوم اكل صحي ويوم كشري وهي ماشيه. ويلكم باك. خلصت الشغل الحمد لله، وانا دلوقتي في عيادة الاسنان عشان احشي ضرسي. لو عرفت اصور جوه اصور. البنج مأثر عليا، واخد بنج هنا. معرفتش اصور وانا بحشي، ان الدكتور ما بيحبش الظهور الاعلامي. استأذنت ان انا اصور وهو رفض، يعني قال لي مش بحب كده، فاحترمت رأيه يعني ما صورتش. اوصل البيت نكمل مع بعض. الحمد لله رجعت البيت، اسناني مش قادر طبعا. هقفل الفلوج هنا، بكره الدوشه. هقفل الفلوج هنا. ده فلوج قصير جدا، بس كان في المعلومتين اللي قلتهم الصبح كنت محتاج ان انا اقولهم، اشاركهم معاكم عشان اذكر نفسي اولا واذكركم. الله المستعان. اشوفكم في فلوجات جايه تانية كتير. سلام.